يا دينا الشربيني حرفيا بتشقط كريم محمود عبد العزيز من مراته ومتضايقه ان هو مع مراته وسايبها. لا انا بتكلم عن احداث فيلم الهنا اللي انا فيه، مش بتكلم عن حاجه تانية. انتوا فهمتوا ايه؟ بس في بقى سؤال هيجنني، ازاي مرات كريم محمود عبد العزيز تيبيكال شبه دينا الشربيني كل حاجه؟ لا انا مش بتكلم عن الفيلم هنا، انا بتكلم عن الاستعراض اللي اتعمل لنا في الساحل. شبه بعض جدا، ولكن ده يؤكد لنا ان الفنان كريم محمود عبد العزيز ثابت على مبدأ الطيب بتاعه، هو ما بيتغيرش. ويؤكد لنا برضو ان الفنانه دينا الشربيني ثابته على مبدأها نفس الطيب، خديه متجوز عشان لو ضايقك تعرفي تنكدي عليه وتخليه يبوز. فيلم الهنا اللي انا فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح. هو كريم محمود عبد العزيز اتجوز ياسمين رئيس، بيكتشف انها عيانه وهي بتعرف انها خلاص كام شهر وهتفلسع، فبتبتدي تشبطه مع صاحبتها اللي هي دينا الشربيني علشان يعني يتجوزوا لما هي تتكل. دينا الشربيني عامله دور فوزيه تخصص شقلباظيه، نفسها تتبس طول الفيلم. طبعا القصه دي فيها جانب منطقي وفيها جانب مش منطقي. نبدا بالجانب المنطقي. اول حاجه واقعيه ان دينا الشربيني طالعه بتخطف كريم محمود عبد العزيز من مراته، ودي تعتبر حاجه واقعيه جدا. لا انا قصدي يعني ان الفكره بشكل عام واقعيه، مش قصدي عن دينا الشربيني بالذات يا جماعه. تاني حاجة واقعية ومنطقية في الفيلم ده ان ياسمين رئيس شبه دينا الشربيني، يعني هما الاثنين يعتبروا فيهم حاجة من بعض. ده برضو يعكس ان مرات كريم محمود عبد العزيز شبه دينا الشربيني في الحقيقة. دي احداث مستوحاة من الواقع. خش بقى في الحاجات اللي مش منطقية في الفيلم. اولا يعني ايه ان مراته عرفت انها هتتوفى فتقول له خلاص انا هختار لك عروسة اللي هي صاحبتها. ده مين اللي قال كده يا جماعة؟ ده ننزل لارض الواقع. ده احنا شفنا اهو في الساحل ان في واحدة كانت متضايقة من راجل، ومش عشان هي مراته وقفشته مع واحده، لا ده عشان هي الواحده وقفشته مع مراته، فطالعه متضايقه وبتغل وتقول عليه انه فيستي. فدي طبعا فرضيه هزليه ما تصلحش للفيلم كرتوني، هم خدوها وعملوها فيلم ومطوه. تاني حاجه مش منطقيه في الفيلم ده ان في الاخر عشان نقفل الفيلم بقى ونحل، طلعت ياسمين رئيس اللي هي مراته اصلا مش عيانه، الورق بس اتلخبط، طلعت في الاخر كويسه. طب هم مش قادرين يكتشفوا ده من اول الفيلم؟ واساسا فكره ان واحده تكتشف انها عيانه الطبيعي ايه اول حاجه تيجي في دماغها؟ انها تجوز جوزها ولا انها تتعالج؟ يعني لو اي واحده عيانه هتقول خلاص انا هتعالج واشوف هتنيل هطلع منها ازاي، او لو هتكل ازاي، مش هتقعد تفكر ازاي اجوز جوزي. فده هبد الهبد. وتالت حاجه مش منطقيه ومش واقعيه خالص في الفيلم ده اللي معرفش ايه اللي خلاني اتفرج عليه بالغلط، ان الفيلم بينتهي ان خلاص طالما مراته عايشه وهو كان اوريدي بقى حب دينا الشربيني، فهيعيش هو والاتنين مراتاته في نفس البيت. طبعا دي فرضيه مش منطقيه. يعني اذا كان الزوجه ما بترضاش تعيش مع حماتها اللي هي ام الراجل عشان بتبقى غيرانه عليه منها، يا امك هترضى تعيش مع ضرة؟ في بقى حاجه تانية مش منطقيه في النقطه دي بالذات. هما فين السيدات اللي بيدافعوا عن حقوق المراه؟ ليه ما قلناش ان ده بيقلل من شكل المراه وان الراجل عايش ومعاه ستتين ودي النهارده ودي بكره؟ مش ده اللي انتوا بتقولوه دايما؟ ولا كمان دي جايه من دينا الشربيني وياسمين رئيس وده فيلم كده من الجروب بتوع الساحل وهسيان ده، دول مننا وعلينا، ما نقولش خالص ان الافكار اللي بيقدموها في الافلام بتهين المراه. يوه ما كنتش عايز افتكر الساحل وافتكر حفلات الساحل وخصوصا حفله روبي. نخش بقى في الكوميديا. المفروض ان الفيلم ده فيلم كوميدي. الكوميديا اللي في الفيلم ده كلها تحت، وتحت هنا بالمعنيين، يعني تحت دون المستوى، انت مش هتضحك ضحك كركعه، وتحت يعني من تحت، كلها جايه في المنطقه السفليه، وتحديدا مركزين مع فوزيه شقلباظيه اللي هي دينا الشربيني. مش عارف خدت حبايه ايه وعايزه تبوسه وعايزاه يبوسها شمال الشمال، وحتى كريم محمود عبد العزيز طالع معرفش ايده بتترعش وعنده ايه وما بيعرفش ايه. يعني في حاجات انا مش هعرف اقولها. وهنا بقى عندي سؤال للمحترمين والمحترمات اللي بقالهم شهور بيبلغوا عن اي حد على التيك توك ويقول لك اصل دي بتاخدش حقوق الاسره، اصل دول بيقولوا افكار مش عارف ايه، اصل دي بتلبس ايه. طيب بالنسبه للفيلم ده حضراتكم ما سمعتوش عنه؟ يعني تاني البنات اللي على التيك توك هيشوفهم كام حد، لكن فيلم وبينزل وهو نازل دلوقتي على منصه، وقبل كده كان نازل في السينما، وشويه شويه ينزل في التلفزيون. والمشكله انه بكل البلاوي والالفاظ واللبس والفخاد اللي موجوده فيه ده المفروض انه جمهور عام، يعني في اطفال هيشوفوه، فده ما يتصنفش خدش حقوق اسره؟ ولا اكمن دول مش بنات التيك توك؟ يا بنات التيك توك دول دول خدش حقوق اسره؟ ايه اللي الادب دي يا بنت انت وهي؟ لكن دخلنا بقى في الساحل ودينا وروبي وياسمين رئيس،
اوه this is open minded. So what؟ لا ده فعلا معاييركم طلعت فيستك. طب نخش بقى في التمثيل. عندي استفسار، مدام دينا الشربيني انت ايه اللي خلاكي تقبلي الدور ده؟ ماشي هو دور فوزيه الشقلباظيه اللي بتجيب الراجل، اساسا الدور ده مش لايق عليه. لو مدام رانيا ماشي نقول الست مواهبها تساعدها، انت مش لايقه اصلا في الدور ده، وما حسيتش ان في شخصيه جديده يعني انت بتضيفيها، فما فيش عندي تفسير انك قبلتي تاخدي الدور ده وتشتغلي فيه، غير ان انت كنت بتحبي كريم محمود عبد العزيز. قصدي يعني بتحبيه كصديق وعايزه تبقي معاه، مش قصدي حاجه تانية. بس يعني خلينا نكون حقانيين، هو الفيلم فيه 3 مزايا. الميزه الاولانيه بصراحه كريم محمود عبد العزيز عنده قبول وبيمثل حلو، بصرف النظر ان الكوميديا اللي طالعه منه مستواها قليل جدا، يعني حتى كمان مشاهد هو وحاتم صلاح اقل بكتير من الكوميديا اللي هما الاثنين عملوها في افلام تانية. بس هعتبر ان الكاريزما بتاعت كريم محمود عبد العزيز دي تعتبر ميزه. الميزه الثانيه في الفيلم انه تقريبا بيخلص في ساعه ونص، فده اخره معايا يعني، لان لا ضيع عليه وقت ولا ضيع عليه باقه. والميزه الثالثه ان هو نازل دلوقتي على منصه يانجو بلاي، فببلاش، لان الفيلم ده فعلا خساره فيه كيس الفشار اللي انت هتشتريه وتقزقزه وانت بتتفرج عليه. كميه المليطه اللي معموله في الفيلم والكوميديا اللي من تحت دي معموله ليه؟ علشان الفيلم ندخل نتبسط، نقول لك بس ده 10 من 10. فاحنا دلوقتي دخلنا مرحله التقييم، بس انا مش هديكوا 10 من 10، انا هقيم الفيلم ده واقول ان الفيلم حرفيا طلع فيستك. والله يا جماعه مش اي كلام في الشمال بيضحك. شوفوا انا ضد فكره ان الافلام والمسلسلات تروح للشمال، بس يعني خلاص لو مضطرين تروحوا له اعملوه بقى بطريقه تضحك. يعني مثلا في السفاره في العماره وصاروخ كانت حاجات شمال، بس كانوا اللي عاملينها عندهم دماغ، عارفين ازاي يطلعوا منها ضحك. انت تبقى ضدها وضد الشمال اللي فيها بس هتضحك، لكن هنا احنا حاطين شمال وكمان ما بيضحكش. ايه ده عنصر تسخين ليس الا يعني ولا ايه؟ وبجد في الافلام نبعد عن فكره الشلاليه. انا مش بتكلم بقى عن شلاليه الاصحاب، عن شلاليه الحب واللفلفه. مش كل حد حب واحده ولا واحده حبت واحد يلا نعمل فيلم مع بعض، لا في قصه ولا احنا لايقين في الدور. دينا الشربيني مش لايقه خالص في الدور ده، ولا ياسمين رئيس لايقه في الدور ده، وهما الاثنين ادائهم كان عادي. وحاجه بقى مهمه، احنا لما اتضايقنا من ام مكه وام ساجده والناس طلعت قالت لك انتوا بتشرشحوا وده بيسيء لصوره المراه المصريه، قبضوا عليهم فورا. طيب لما تطلع واحده مع صاحبتها في حفله في الساحل تغني وتلقح على واحد كل الجمهور كان عارف ان هي كانت عينها منه، هو مش ده برضه بيقلل وبيسيء لسمعه المرأة المصرية؟ لا يا جماعة انا مش قصدي على مدام دينا الشربيني، انتوا فهمتوا غلط. هي كانت طالعة بتغني بقمة البراءة والتلقائية مع مدام روبي. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام او مسلسلات عربي اجنبي قديم او جديد، وفي سلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وطبعا ده غير السلسله اللي بدأناها الشهر ده في حب الفنانه كذا، عملناها في حب هدير عبد الرازق، وفاء عامر، بدريه طلبه، اوتاكا، قصه حب شيرين وحسام. يعني ارجع لف لو معاك وقت وباقه وقول لنا رايك. ولو الفيديو عجبك ابعت تنشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح ابعته. ونختم بالكلمه اللطيفه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غيره.